يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. اهلا بيك في الحلقه الاولى من قهوه المونديال. نتغلب من بلجيكا وهنتعادل مع نيوزيلندا وهنتغلب من ايران. الافتتاحيه حلوه عشان شاكيرا طبعا. البرنامج اللي هيغطي لك مشوار الفراعنه في البطوله. كل الكلام بتاع الاستاذ المنده ده اونطه كله. يعني انت قصدك ان احنا اونطه من اكتر مكان بيمثل الكوره. حسام حسن. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. اهلا بيك في الحلقه الاولى من قهوه المونديال، البرنامج اللي هيغطي لك مشوار الفراعنه في البطوله من اكتر مكان بيمثل الكوره. طقم شاي بالنعناع يا ابني للرجاله، لزوم الروقان. ايوه جاي. ازاي منتخب مصر هيتخطى عقبه بلجيكا؟ ايه التشكيل الافضل للمباراه؟ هيثم حسن يبدا ولا محمد صلاح؟ هنعمل حاجه المره دي ولا حصاله زي كل مره؟ وغيرها من تفاصيل كتير هنناقشها قبل المباراه القادمه وافتتاح الفراعنه في مونديال كندا امريكا والمكسيك 2026. وخليني ارحب في البدايه بالضيوف. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله يا علي لي صوتك، علي لي صوتك، احنا عايزين حماس وقاعدين في قهوه بلدي. عامل ايه؟ يلا هنا عايزك تعيش معايا ماشي يا استاذ اللحظه. لا كل ده هيتحط، احنا هنا على طبيعتنا، وده اللي بيميز البرنامج هنا، ان احنا وسط اكتر مكان طبيعي. دي مش قهوه صناعي وديكور، احنا جايين نازلين وسط الناس. وقبل ما نرغي اكتر خلينا نعرف شخص معانا التاني النهارده او ضيفنا النهارده. ازيك يا احمد؟ يا ابو حميد عامل ايه؟ جاهز؟ كله تمام. محضر المعلومات؟ على الله. محضر النقاشات؟ كله على الله. ان شاء الله تكون قاعده رايقه وقاعده جميله هنتناقش فيها في الكوره بكل سلاسه وطبيعه. عايزين نتكلم عن حاجات كتير. شفت الافتتاح؟ قبل الافتتاح احنا فين الشاي بتاعنا؟ يا ابني الشاي يا ابني هيجيبه دلوقتي، بس كلمنا عن الافتتاح. افتتاح كاس العالم السنه دي في امريكا واوريدي ما عجبنيش. شايف تنظيم بطوله سيء. طبعا كان اول يعني بدايه من الحكم الصومالي ما دخلش اصلا امريكا. انت رجعت معايا من الاول كده؟ انا شايف التنظيم فيه مشاكل الصراحه. شايف ان بطوله قطر كتنظيميا افضل بكتير. احنا في بدايه البطوله شايفين مشاكل كتير جدا تنظيميا، والبطوله دي في تنظيم مش تبقى احسن حاجه. يعني انت البطوله مش عاجباك تنظيميا؟ لسه ما بداتش يعني. طب وكمتعه؟ لا امبارح مش هنحكم لسه. تصريح بريموفيتش امبارح ما عجبوش اصلا اداء اللاعبين، قال لك انا هرجع من الاعتزال. طب وانت يا احمد يعني شفت الماتش الافتتاح ازاي بين المكسيك وجنوب افريقيا؟ بعد 16 سنه بتتكرر نفس المباراه، وبرضه لازم دوله في الاثنين يكون افتتاح على ملعبها. عايز اقول لك ان اولا الفكره حلوه بتاعت قهوه المونديال دي. اشكرك يا رب تنجح وتكسر الدنيا. تاني حاجه احسن نسخه نظمت كانت بتاعت قطر اللي فاتت احسن نسخه. انت بتشجع منتخبات مين في المنتخبات؟ هو المنتخب الارجنتين. عشان كده برازيلي على احسن نسخه ولا كتنظيم بغض النظر مين كسب؟ لا التنظيم عامه هو اتفرجت على الماتش امبارح؟ ما شفتوش كله بصراحه، بس هو الافتتاحيه حلوه عشان شاكيرا طبعا. شاكيرا؟ انت داخل في سكه ده كده قهوه بلدي بجد، مش كل الكلام ينفع يتقال، خلي بالك. انما لا نتكلم بجد، التنظيم مش احسن حاجه. خلينا متفقين ان هو مش احسن حاجه، لان هم اعلاميا كلام. بس هقول لك على حاجه بقى. انا اتفرجت على الماتش واقول لك على حاجه مهمه، وهي ان على عكس ناس كتير، يعني هو قال لك ابراهيموفيتش وقال لك هو مش عاجبه البطوله، وانت قلت ما اتفرجتش على الماتش قوي، بس برضو كل اللي لفت انتباهه شاكيرا. على حاجه، اول كاس عالم اخد بالي منه ان الناس على القهوه مش مهتمه بيه. يعني يا جماعه انت اتفرجت فين؟ انا اتفرجت عندي على القهوه بس يعني الفان زون في العاصمه الاداريه، انت شفت الفيديوهات والصور؟ انا شفت الفيديوهات، بس هي المتعه يعني كانت زحمه، عايزها كان زحمه عادي. لا متعه كاس العالم ما بقتش حلوه طبعا بسبب عدد المنتخبات الكتير اللي شاركت في البطوله، فدي من النقاط اللي انا شايفها مش حلوه في البطوله يعني. بص انا اقول لك على حاجه برضو، الناس كلها بتتكلم عن فكره ان الماتش كان ممل ووحش ومش مقام افتتاح كاس عالم، بس اتفرجت على الماتش كله ولا المكسيك لعبت كويس. وانا بقولها من هنا ان هي تبقى الحصان الاسود للبطوله، ومش من ماتش بنحكم، بس بيبان على التوليفه وبيبان على الفرقه. وشايف الناس متحامله قوي على الافتتاح. انت عايز يعني المانيا تلاعب فرنسا في البدايه؟ فاهم قصدي؟ هو نظام جديد، فرق اكتر، واحده واحده الموضوع هيسخن. الحاجه الوحيده اللي ممكن نفتقدها من متابعتي ان امريكا واخده اكبر قدر ممكن من المباريات، مع ان الاجواء في المكسيك احسن بكتير من امريكا والحر والصهد والكلام ده، ولا ايه؟ لا هو الموضوع في امريكا غريب شويه، لان انت ممكن تلعب ماتش والماتش يبقى سخن قوي، فجاه يقول لك احنا هنوقف الماتش ليه؟ لان اختلاف بقى في الجو، حاجه حصلت بتاع. كمان في امريكا الموضوع مشدود شويه،
لان قبل كده حصل كام حاجه. يعني منتخب انجلترا وقت ما كان بيتدرب حصل في المدينه بتاعته ضرب نار، فده كان بالنسبه له مسبب ذعر يعني. ايوه في خوف. موضوع حكم الصومالي اللي حصل برضو ده اتكلم عليه محمد برضه. في شويه بشائر كده مش لطيفه، لان زي ما بقول لك هي احسن نسخه هي نسخه قطر. ده كمان هي النسخه دي. احنا مش هنقعد نتكلم في الماضي بقى ونسخه ماشي، قطر. بس انت احنا حاليا في دلوقتي، يعني احنا حاليا هنبدا نتكلم في اللي احنا فيه. انت كل بتتكلم نتلعب بس ماتشين بس ولا ايه؟ لا انا طبعا بتفق مع معز طبعا في كل الاراء اللي هو قالها. كبشير للبطوله وكبدايه لتنظيم كاس عالم. طب انا هاخد رايك في حاجه بقى، طالما تتكلموا عن السلبيات وماسكنا سلبيات. لو بالنسبه لي هتكلم عن سلبيات وعاوز اسمع رايك في حاجه، هو التوقيت. هل التوقيتات جايه معاك سكه انك تتفرج على مباريات في التوقيت ده؟ انا بالنسبه لي مفيش كاس عالم فوتته، انا بتفرج عليهم في اي وقت. فانا اي وقت انت ايه ما وراكش شغل؟ ده الراجل بيقول لك ما اتفرجتش. لا يعني انا ماتش مصر اعلنوا على راس الساعه 6 بس مش هيبقى صعب قوي. ده الثاني مش الاولاني او الثالث. ده الثالث بس هتتفرج؟ لا يبقى انا هتفرج. انا ده شغلي يا باشا. انت ممكن ما تجيش الحلقه الجايه، انا اللي مسؤول عن البرنامج. انا بايت هنا. طيب اتكلمنا عن حاجات كتير، خلينا نتكلم بقى ونخش واحده واحده لمنتخب مصر. من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. قبل ما نخش بقى، احنا برنامجنا بيغطي مشوار الفراعنه بس. ممكن نتكلم عن ترندات، لقطات واكتر من حاجه هنتكلم عنها، لكن خلينا نركز مع الفراعنه في قلب القهوه. وخلينا اعرفك بالبرنامج. البرنامج هو في قهوه بلدي طبيعيه اصليه 100%. يعني الراجل اللي قاعد جنبي ده طبيعي من الجمهور، الراجل ده كمان من الجمهور، الراجل اللي هناك ده برده من الجمهور، الناس بتتفرج علينا هناك دي من الجماهير، اللي بيشيش هناك ده ايوه اهو ده بيشرب قص عادي جدا، واللي وراه بيشرب سلوم. هنا كل حاجه هتبقى على الطبيعه، مفيش تصنع، مفيش فعشان كده البرنامج ده انا متوقع انه ينجح باذن الله، ولا ايه؟ باذن الله. طبعا انا بحييك جدا طبعا على البرنامج الجميل ده والمقدمه الجميله. فكره حلوه جدا وان شاء الله تكون بدايه جديده ليك، وتكون باب خير ليك ان شاء الله. انا مش هسالك عشان انت قلت خلاص في الاول البرنامج. وسع لي بقى التليفون ده كده. خلينا نعلن عن شيل الورق ده يا ابني. خلينا نعلن عن مسابقه البرنامج. قهوه المونديال بتعلن عن مسابقه لاي حد هيتوقع نتيجه مباراه مصر وبلجيكا، صح كده؟ التوقع الصحيح. شروط المسابقه سهله جدا. هتبدا ان انت تعمل لايك شير لاي حد من صحابك وكومنت. الكومنت فيه النتيجه اللي انت تتوقعها، وهتكسب تيشيرت مجاني 100% هديه من قهوه المونديال هنسلمه لك. وكمان ليك فرصه انك تكون موجود على كرسي من الكرسيين في فقره كرسي الجمهور، ولا نبدا نسالك فيها، لان زي ما اتفقنا القهوه طالعه من قلب الشارع المصري ونبض الشارع المصري والجماهير المصريه. ما تنساش تفوتك المسابقه. شارك، مش خسران حاجه، هتكسب باذن الله. لو توقعت النتيجه يوم الاثنين صح، المباراه هتكون الساعه 10 من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. وخلينا نخش يلا بينا في المباراه واحده واحده. وشايف اختيارات العميد ازاي؟ انا شايف طبعا هيبدا طبعا بشوبير. هو طبعا اثبت جداره كبيره جدا بالذات في ماتش البرازيل. هو الراجل لعب خلاص وصد كام كوره والصحافه كلها بتتكلم عنه، فمش هتناقش اصلا في حته مين هيبدا كحارس مرمى. اكيد قدامه 5 مدافعين. على اليمين هاني، مش هنتكلم عن التشكيل دلوقتي. انا عايز رايك في الاختيارات القايمه، شفتها ازاي؟ كان نفسك لعيب يكون موجود، لعيب اتظلم؟ بتشوف موضوع مصطفى محمد وحمزه عبد الكريم، خاصه شفت اعلاميين كتير بدون ذكر اسماء، ولا ايه؟ لا موضوع كان في حد بيتكلم عن حمزه عبد الكريم وهاجمه جامد جدا الفتره الاخيره. موضوع حمزه عبد الكريم دوت انا شايف ان انت تشجعه وانت مغمض عينك، لان انت عندك موهبه شابه اتاخدت في برشلونه يا جماعه. حتى لو ما عملش حاجه مع برشلونه. لا هو عمل في كاس العالم للانديه بتاعت الشباب ماشي، بس ده سنه وشباب. هو حتى كمان هم شافوا حاجه احنا مش شايفينها يا جماعه. دي برشلونه اللي مطلعه ميسي، مطلعه احسن لاعب في العالم. احنا بنناقش في ايه؟ يعني انت مع كمان انا لسه هستنى مع وجود حمزه عبد الكريم في القائمه حتى لو ما شاركش. انت بتديله الزقه. هو لو ما شاركش فين الزقه في كده؟ على فكره هو بعد ما شارك في القايمه على طول هانز فليك قال لك ايه؟ انا عايزه يبقى معايا في فعل الشراء. بعدها لما لعب مع برازيل 5 دقايق قال لك لا احنا هنفعل الشراء. فانت عشان جبته بس في القايمه ايه اللي حصل معاه؟ هانز فليك طلبه في التدريبات، بعد كده برشلونه قالت لك احنا هنفعل الشراء. طب انت يا محمد لو انت هتوجه رساله لاي حد بيقلل من حمزه، لاعب صغير شاب صغير كل 10 سنين بيطلع موهبه، محمد صلاح، عمر مرموش، كل فين وفين بنلاقي لعيب، صح كده؟ هتقول ايه للناس اللي بتشكك او بتقلل؟ انا شايف انت مش وجه لهم رساله. انت مش تفهم اكتر من برشلونه ده في العموم.
ثانيا انا ممكن لو هتكلم عن تصريح هتكلم عن تصريح ايجابي لكابتن محمد ابو تريكه، طبعا افضل المحللين في بين سبورت. قال لك مش سهل، صعب انك اصلا تلعب في برشلونه، فوجودك ضمن فريق برشلونه فدي طبعا اضافه قويه جدا ليه. بلس ان كابتن محمد ابو تريكه برضو قال لك هو محتاج يشتغل على بعض النقاط الفنيه وبرشلونه هتساعده يشتغل على البوينت دي بالظبط. وبعدين انت هقول لك على حاجه، احنا هنا في مصر اللعيب لو قعد يلعب 10 سنين في الدوري المصري وفي التوب فورم بتاعه ولا يساوي اي حاجه. اللعيب لو لعب في اوروبا لعب ايه؟ لو اتمرن بس تمرينه صح بره بتساوي 5 ماتشات عندنا. يعني اللعيب بيتمرن بره صح بخمس ماتشات، فرق كبير قوي. الشهرين بتوع حمزه عبد الكريم لما جسمه شفناه بقى اتغير كده ده ازاي؟ بدنيا فرق حس التمرين نفسه التكنيكال، الناس دي بتاكل ايه ولا بتتمرن؟ في حاجه غريبه، في حاجه غريبه عندهم. طيب بيظهر جامد. خلينا نخش في نقطه تانية برضو سريعا، وهي ان احنا نتكلم عن فكره استبعاد مصطفى محمد استكمالا لموضوع حمزه عبد الكريم. عايز اعرف رايك في الموضوع برضو، هل كان يستحق الانضمام؟ لا، او اسبابك؟ انا شايف طبعا انا مع الرؤيه الفنيه لكابتن حسام حسن. كابتن مصطفى محمد لعيب كبير جدا جدا جدا، وطبعا قدم اضافه كبيره جدا للمنتخب، لكن من وجهه نظري طبعا شايف اختيارات برضو العميد محترمه جدا زي زيكو. هو مفاجاه السكواد ماشي، بس هنا زيكو يا احمد هو راجل مش راس حربه. انت بتتكلم ان في منتخب في الدنيا ما يكونش معاه راس حربه، وبعدين هنا في تفاوت. خلي بالك انت معاك مرموش. ايه؟ انت معاك مرموش. ما هو مرموش، هل مرموش وينج محمد وينج صلاح ولا دلوقتي راس بقى حربه؟ ماشي، ما هو دلوقتي بقى محمد صلاح برضه في الاخر بقى يتلعب ايه؟ هجوم. طب انا عايزك تقنعني، منين في افريقيا هياخد 3 راس حربه 9؟ اسامه فيصل، صلاح محسن، ومين؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد منين واخد في القايمه 3 راس حربه، ومنين دلوقتي مش واخد غير واحد بس حمزه عبد الكريم، وزي ما اتفقنا مش هيلعب ونظام خبرات؟ طب ايه؟ مش تناقض ده؟ بص، هو مصطفى محمد في الفتره الاخيره ديت هو مش مركز، ما مش بيلعب مع فرقته كتير. ولا حسام حسن بالنسبه له مش هيلعب اصلا براس حربه؟ لا هو الموضوع مش موضوع ان في مشاكل بينهم والكلام لا اللي بيظهر ده. لا هو واضح من التكتيكات. لا، اقول لك على حاجه حلوه، ما بيعتمدش على راس حربه. اصل هو موضوع مثلا امام عاشور، ما امام عاشور ده احسن موهبه في مصر، طب ليه ما ابداش بيه الماتش اللي فات؟ لان هو مش هيلاعب حد مش مركز. ما هو طلع اخبار قالت لك وكلام ان الراجل مش بيجري في الملعب، مش بيضغط صح. بالظبط. انا شايف طبعا التكنيك بتاع كابتن حسام هو اصلا مش بيلعب بمهاجم، بالظبط. هو بيعتمد على حاجات مرتده، دي بقى اللي أنا قصدي ودي عليها. افضل حاجه هيعملها هو صلاح ومرموش. ده طبعا في نقطه طب التشكيله انا هذكر مش هتفتقد مركز رقم 9؟ شايف لا، هو بيعتمد على المرتدات والفرص والفرص. بس انت في اوقات كتير بتحتاج يكون في حد محطه للعب ولا وعلى ايه؟ حسب انت برضه انت هتلعب بطريقه ايه، انت فاهمني؟ كمان بلجيكا، هل انت بلجيكا خلي بالك نخش على بلجيكا. احنا نلعب بلجيكا ازاي؟ بلجيكا بتلعب ايه؟ ضغط عالي اه وعلى السرعه، وكمان هم معاهم دي بروين بيلعب على ان هو يكسر الخطوط، اديله الكوره يا باشا هيكسر لك اي تكتل هجومي، ماشي معاك اي دوكو تكتل دفاعي، معلش ولوكاكو قاعد بره كمان دوكو. وبتتكلم في دوكو ده بالنسبه له التشكيله. اي كوره معاه خلاص هو هيعدي. انت معايا دوكو مع ناحيه محمد هاني، الله يكون في عونه بصراحه. انت هتلعب مع واحد مهاري شغال، سرعه شغال، اي حاجه اي حاجه معاه. هو قاعد دلوقتي انا شامم ريحه زوق. كمان خلي بالك اللي كان مساعد محمد هاني ماتش مصر البرازيل ان كان هيثم حسن بيرجع معاه. فعايز بقى اخدك محمد صلاح سؤال مهم بقى يا محمد، والناس تشارك معانا برضو. انتوا شايفين مين هيبدا ماتش بلجيكا في التشكيل الاساسي؟ هل انا ككابتن لو انت العميد دلوقتي هتلعب بمحمد صلاح ولا تلعب بهيثم حسن عشان فكره دوكو اللي هيرجع مع محمد هاني والقصه دي كلها؟ محمد صلاح مش هيدافع، ولو هيدافع هو مش قادر يجري، خلاص البدني مش زي زمان، مش بنقلل، لكن ده طبيعي زي رونالدو دلوقتي. اخره يلعب مع رونالدو لو بدا مع البرتغال هيلعب شوط اول فقط 60 دقيقه بالكتير ويقعد على الدكه. لا، من وجهه نظري طبعا يبدا بمحمد صلاح. وبالنسبه للبوينت بتاع طب يا الدوكو ابني مين ده، هيرجع يغطي؟ لا حمدي فتحي بقى يلعب ارتكاز بينهم. حمدي فتحي يغطي مع الباك اليمين وما تديش فرصه اصلا لدوكو اللي هو يستلم كوره. لو ما اديتش فرصه يستلم كوره دوكو مش هيعمل اي حاجه، لكن لو استلم ولف 5 على 1 هيعدي. ده لعيب جبار. انا شايف ان الماتش هيكون صعب. الناس شايفاه كعبنا عالي على بلجيكا. لا، بس بتتكلم خلي بالك لعبناهم كام مره؟ عايز اقول لك حاجه، احنا لعبناهم 4 مرات. تمام. في مره 3 مرات كسبتهم، اخر مرتين في كاس عالم تحضيرات. انت خسرت مره خسرنا 3 2018 ومره كسبنا 2. كسبنا 2 اللي هي بتاعت تمام. 2022 بالظبط. انت كتاريخ كسبتهم اكتر. وقبل كده انت اللي كسبهم بقى. بالظبط. بس الفكره في ان انت دلوقتي الحاضر، انت لعبت قبل كده مع المدرسه البلجيكيه حلو، انما انت دلوقتي معاهم ثم زمان في الكوره ما كانوش جامد قوي، فاحنا مش هنحسب اللي فات، لكن هو لما كان في الجيل الذهبي بتاعه طرقعك 3 ومحدش هينسى ترقيصه علي جبر تك
وكانت هتتكرر مع ياسر. مع ياسر رافينيا كان هيعملوا ماتش البرازيل، بس نحيي ياسر ان ياسر والله الكوره كانت صعبه جدا. ياسر فايق قوي لا والكوره كانت صعبه جدا انك تاخد كده وكده وكده، واقف على رجلي والم نفسي بسرعه، ودي مش سهله. حلوه. انت اللي يفرق معاك ايه؟ الخوف. انت لو مش خايف انت هتأدي، لان انت ماتش البرازيل انت لعبت كويس، انت كده كده مش هتعرف تلعب معاهم كوره لان هم رتمهم سريع قوي، وكمان هم كسبوا بنما 6-2، فانت بتتكلم لو انت البرازيل كسبت بنما 6-2 فانت طالع من يوم 31 مايو 31 مايو لعبتك بعدها باسبوع كسبتك 2-1. لا انت في. طب انت بتشوف تحضيرات مصر ازاي برضه؟ انت لعبت روسيا، لعبت البرازيل، لعبت اسبانيا، تتكلم برازيل واسبانيا بينافسوا على اللقب، والسعوديه. قول انت لعبت لو السعوديه دلوقتي بسبب الدوري والمحترفين مستوى قليل، دي حاجه تحتسب ليهم ان هم كمان لا عايزين نقيم احنا. لا بص ماتش السعوديه مش تقييم قوي، روسيا متوسط، لكن انت فورم. عملوا سبق لتجهيزات، لعبوا مع فرق تقيله قوي. انهي افضل تجهيزات 2018 ولا 2026؟ لا طبعا 2026. انت بتهزر. طب انهي فرقه احسن 2026 ولا 18؟ 2026 انت بتهزر. انت لعبت برازيل قبل البطوله، انت لعبت اسبانيا قبل البطوله، انت خلي بالك كان ممكن تتعادل معاها على فكره. انت ممكن وكنت ممكن كمان تكسب اسبانيا. مش بعيده. انت اهم حاجه الخوف يا جماعه، ما تخافوش ما تخافوش. انت بتلعبوا حلو قوي، حسام حسن بيبقى مجهز نفسه كويس قوي، الرجاله نازله بحماس. على فكره 2018 اول ماتش لما لعبتوا مع الاوروجواي كنت بتلعب حلو قوي، في الاخر خسرتوا ايه 1-0 بسبب ايه؟ الخوف. انت مش خايف وواثق من نفسك، انا بقول لك انت هتأدي وهتكسب كمان انت عندك. الجيل ده هيعمل حاجه. انهي جيل؟ منتخب مصر 26. وبقول لك هم من مكاننا دلوقتي تمام. اول انتصار في تاريخ مصر ماتش بلجيكا. اوعى تقول لا ما تقولش هيكون في ماتش بلجيكا. يا رب. انا اتمنى والله انا اتمنى بيلعب بالنار. اتمنى والله اتمنى بس اهم حاجه اللعيبه تبقى نازله. انا ما بحبش موضوع ايه اللي هو حلق. صح. لا ما تحلقش. طب ماشي، ما انت اللي هيعمل ده المدرب، انا طالب حاجات معينه من اللعيبه. ماشي، بس برضو في لعيبه بتبقى عندها حته ان هو ايه، انا قدام الناس بحلق، انا قدام الناس بشاور للعيبه. هو انت فين برضو؟ انت عملت ايه؟ طيب من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. نخش بقى على توقعاتكم للمباراه كنتيجه، والناس كمان تتوقع في الكومنتات، تقدر تتوقع. وزي ما قلنا في مسابقه برعايه البرنامج قهوه المونديال، تقدر تكسب، ولو عندك قدره كمان بعد ما تكسب تكون موجود معانا في الحلقه الجايه في القهوه. طبعا اهلا بيك في اي وقت. صاحب التوقع صحيح هنسلمه التيشيرت على طول بعد المباراه مباشره. خش يا محمد، توقعك للنتيجه. انت قلت هنكسب كام بقى؟ طب انا لو توقعت صح هتديني تيشيرت ولا؟ طبعا انت داخل المسابقه طبعا. تمام. شايف ان الماتش ده يخلص 1-0 لمصر. مين اللي هيجيب الجول؟ مرموش. وانت يا احمد شايف الماتش ازاي؟ هو الماتش الماتش هيبقى رخم وهيبقى صعب قوي، بس انا عارف ان المنتخب هيلعب كوره حلوه قوي، لان المنتخب نتيجه يا احمد. لا اسمع بالراحه بس. لا طيب. لا بجد والله. المنتخب في اول مباراه ليه، عارف انت الحماس بتاع الشباب اللي هو احنا لازم نعمل احسن حاجه، فاحنا هنعمل مباراه حلوه قوي. النتيجه يا احمد وهنكسب. لا هنكسب ان شاء الله 2-0. النتيجه كام 2-0. لا ان شاء الله انتوا الاثنين فوز منتخب مصر. طيب لا. انا بالنسبه لي وزيكو على فكره هيجيب جول. زيكو هيجيب جول. طيب انا بالنسبه لي، وخد ما تراجعش ورايا، الماتش هيكون متقفل جدا. حسام حسن هيلعب بكل ال 11 لاعب في ال 18 عندنا، وهنلعب على التحولات. مرموش وهيثم حسن هيبدا، مش محمد صلاح، وده وجهه نظري. وهيلعب وزيكو هيبدا، وماما عاشور هيبدا. توقعي مباراه تعادل، ولو انا اللي توقعت صح طبعا ما حدش هيكسب. انا بقول لك اهو تعادل، مباراه تخلص تعادل. اسمع مني بس، هتخلص تعادل. هنتقابل وانت موجود وانت موجود عادي ماشي. انا بقول لك الماتش متعادل، وصعود منتخب مصر هيكون من الماتش اللي بعده من ايران او نيوزيلندا. لكن انا شايف اول ماتش هيكون تعادل، خاصه الفرقتين تصنيف عالي وفرقتين كويسين. بلجيكا مش المنافس، مش البرازيل ومش اسبانيا، لكن لا هتلعب عليك ماتش كويس. امكانياتها عاليه عنك كتير. اخر 4 ماتشات جابت نتائج عاليه جدا. لا امكانياتها عاليه عنك. بص طيب انت بتتكلم، اقول لك تحضيرات بلجيكا لعبت مع كرواتيا كسبتها، لعبت تونس فرقه افريقيه 5، واتعادلت مباراه تقريبا قبل مع المكسيك. برافو عليك 1-1. نقطه القوه عند بلجيكا دي بروين، ان هو بيكسر ولوكاكو دكه بيلعب دلوقتي دكه. انت عارف انت لو لعبت معاهم الضغط المباشر، لا انت هتجيب معاهم من العمق، هتعرف تعمل ماشي. بس انت هتقابلك مشكله، هل منتخب مصر عنده امكانيات يجاري بدني مع الناس دي انك تهاجم وترجع وتدافع وتقول لي العب ضغط عالي؟ فاهمني؟
العب ضغط عالي هرهقهم، بس انت هتتعب هتكمل. بص انا من وجهه نظري طبعا الماتش ده بيفكرني بماتش الكوتيفوار. مصر لعبت كوره قويه جدا كوتيفوار لسه قدامهم. كاسبة مين؟ كوتيفوار انا شايفها الكوتيفوار اقوى من بلجيكا من وجهه نظري. كوت ديفوار لسه كاسبه فرنسا ولا ايه؟ لا 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 بتنافس. كوتيفوار فرنسا فانت بتنافس لا على لا. اللقب. مصر هتلعب انا قلت محمد صلاح هيبدا طبعا عشان أنا في توقعاتي ان مصر هتبدا بنفس التشكيل اللي لعبت بيه قدام الكوتيفوار مع تغيرات بسيطه، فعشان كده بقول لك مصر هتكسب. طيب كده احنا يعتبر اتكلمنا عن 80% من اللي يهم اي حد انه يتكلم فيه. هل حد فيكم عايز يقول حاجه تاني او يضيف اضافه او عنده رؤيه او تعليق؟ انا اخر حاجه بس عايز اقولها ان موضوع الحكام امين عمر لقطه مهمه جدا، دي شرف، ده شرفونا ومحمود والله عاشور شرف. مع ان بصراحة. دايما في انتقاد بقى على الحكام، لا. يعني دايما ننتقد الحكام نقلل منهم. عندنا في الكوره مش عاجبنا دايما عايزين حكام اجانب حكام اجانب. النهارده طاقم تحكيم في مصري كوريا كامل، الجنوبيه مباراه وماتش كوريا الجنوبيه والتشيك، لا عملوا ماتش حلو واداء قوي. عالمي وتنفيذ قوانين وكان- اول مره تطبق في كان البطوله. الحكم الفار محمود عاشور وحكم الساحه كان امين عمر. امين عمر احنا ما سمعناش قلق خالص عن المباراه، بالعكس المباراه بتاعت المكسيك وجنوب افريقيا وحافظوا على الريتم، اول مباراه وحافظوا على الريتم جامد قوي، مفيش توقعات كتير، مفيش اي حاجه. لا فشابوه من قهوه المونديال لطاقم التحكيم اللي أحييهم راح بصراحة. مثل. لا، أنا اللي أحييهم. مثل سقف يا ابني، سقف يا ابني، سقف يا ابني لطاقم التحكيم يا ابني، شايفينك هتنزل، سقف يا ابني، يا أحمد سقف حسن، ابني. فين يا أحمد حسن؟ حييهم يا يا أحمد ابني، حسن. حييهم. يا احمد حسن مش انت حي الحكام؟ طب يا جماعه دول جواسيس، حيوا انتوا الحكام في الكومنتات، انا بريء منهم ما اعرفهمش، بلغ للنائب العام الناس دي مش وطنيين. انا مش هكمل الحلقه من الشارع. يا ابني الشاي يا ابني. الكرة في القهوة ما فيهاش، هي الكرة في القهوة حماس، حتى لو انت انت مش مبسوط قوي بالفكره؟ عجباني جدا طب بصراحة. تقول ايه لاي حد متردد يجي الحلقه الجايه او عايز يشارك تعالى وهيتكسف؟ شارك انت، هيتكسف يكلمنا مش لازم تبقى يعني مخضرم، يعني عندك جميع المعلومات الكرويه ولازم تبقى فاهم قوي قوي. لا يعني. احنا بنتكلم احنا طبيعي غلابه برضه اي حد احنا قاعد على غلابة، القهوه عادي اه. جدا بعد الماتش قبل الماتش بس على مع الاقل انت واحد بتتكلم بطريقه صادقه شويه، وعندك رؤيه، عندك واخد نظرة. راحتك ولا لا؟ بصراحه عايز تقول يا محمد قبل ما نقفل؟ عايز اقول مع العميد هنروح لبعيد. العب مع العميد هنروح لبعيد بس كده. طيب نركن المايك ده بقى ونكلم الناس شويه. في النهايه الحدث ده بيتكرر مره كل 4 سنين. اللعيبه لازم تروح عندها حاجه تعملها، ما يكونش الهدف ان احنا نصعد وخلاص، لا عايزين علي نكمل طموحك. بقى. عايزين نكمل. علي طموحك، فكر في ماتش بماتشه، ما تفكرش دوكو وموكو والكلام ده كله. لا انت لعبت البرازيل قبل كده ولسه لاعب البرازيل محمد دلوقتي، هنعمل ماتش حلو قوي. لا ففكره لا انا شايف كده، انت لعبت اسبانيا وتعادلت معاها المرشح الاول للبطوله. انا على اسبانيا فكرة هتاخدها. محمد هاني اسبانيا هتاخدها. البرايم بتاعه بيبقى في كاس العالم. محمد هاني عامل اداء العالم. محمد هاني عامل اداء عالي جدا مع ابراهيم حسن، برضو دي حاجه ما حدش واخد باله منها وما حدش بيتكلم عليها. الناس لما تقول محمد هاني ليه بيتغير، انا متاكد 90%. انت صاحبك اللي لا بتجيبه سيبك معاك الكلام ده، ما بتستفادش. سيبك من الفترات ويرجع. لا لا. انا بقول لك 100% من ساعه ما حسام حسن وابراهيم حسن مع حفظ الالقاب مسكوا منتخب مصر، محمد هاني مستواه بقى 10 مرات احسن. وانا متاكد دي توجيهات من كابتن ابراهيم، انا متاكد وبقولها دلوقتي ان الناس مش واخده بالها ان ده من كابتن ابراهيم. يا حاج انت جيت وقفت قدام الكاميرا، عايز تقول ايه؟ تعالى جنبي هنا، تعالى قوم يا ابني، تعالى يا حاج اقعد مكانك، تعالى اقعد، قوم يا ابني دلوقتي اقعد يا حاج، تعالى يا حاج، عايز تقول ايه؟ نفسي اقول عايز اقول حاجات كتير. قول حاجه لحسام حسن قبل كاس العالم. عايز اعلم عيالي الكوره، مش عارف اعلمهم ازاي. انت عندك حد بيلعب كوره؟ عندي عيالين عايز اعلمهم غاويين كوره قوي. عندهم كام سنه؟ واحد عنده 11 وواحد عنده 15. ده لسه صغيرين. طب كويس اهو، شفت حمزه عبد الكريم في برشلونه اهو، حمزه عبد الكريم بيلعب في برشلونه 19 سنه. طبعا ما بقول عايز اقدم لهم، مش عارف. طيب هم احسن يعني من مش عيالك لاقي ايه؟ حد ومصر ولا انت فاهم مواهب كتير؟ واسطه توصلهم يا باشا اعتبر احنا من البرنامج واسطتك بعد ربنا ونعم لعيالك. بالله. معاك اي فيديو، معاك اي مهارات، معاك اي حاجه ليهم، انزلها لك في نفسي ان انا الكومنتات اقدم لهم الاثنين في النادي، يا بس باشا. مش قدرتي ان انا تتواصل معايا وانزل لك الفيديوهات واسوق لهم لك، ولو يا هم ريت. كويسين يتشافوا وهتلاقي ناس كتير اتفرجت على الحلقه الصغير دي. كمان لعيب كوره حلو جدا يا باشا نشوفهم ونبعتهم، وانا متاكد ان اي حد هيشوف طب الفيديو ده ازاي اوصل هيساعدك. لكم ازاي يعني؟ انا هاخد رقمك، طب انا بعد الحلقه هاخد طب رقمك. انا قاعد هنا جنبك. بس قول لي رساله قبل ما تمشي بقى للاعيبه في كاس العالم، عايزين نعمل حاجه تقول لهم ايه؟ ربنا يوفقك. بس كده؟ ماشي يا حاج، حبيبي يا حاج. طيب ايه يا حاج، عايز تقول ايه؟ انا جاي لك اهو، بس مفيش كاميرا تصوره. من اكتر مكان بيمثل الكوره. نتكلم
اتكلم بس قول لي. تبع ايه انت؟ تبع احنا على السوشيال ميديا، برنامج سوشيال ميديا. سوشيال ميديا؟ اه مش هتطلع؟ كل الكلام بتاع السوشيال ميديا ده اونطه كله. اه يعني انت قصدك ان احنا اونطه؟ مش انتوا. ما انت الكلام بتقول، بيطلع معظمه مش حقيقي. ما انت قلت كل بتوع طب انت السوشيال عايز ميديا تسأل- اونطه. عايز تسال على ايه؟ الكلام الحقيقي انت عايز تسال على ايه؟ احنا عايزين نعرف رايك هو عايز رايك عن كاس العالم في والعالم. مباراه مصر مع بلجيكا اللي جايه، حسام حسن هيعمل ايه؟ حسام حسن يعمل ايه؟ اه بامانه بامانه من غير مجامله من غير مجامله. هنتغلبوا هنتغلب من تعالى بلجيكا. كده عشان الكاميرا يا حاج، بس هو بيصوره. أنا- لا 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 يا عم محمود. اتاخر كده يا حاج. بس لا هقول لك على حاجه. تعالى كده. هنتغلب من بلجيكا اه. وهنتعادل مع نيوزيلندا وهنتغلب من ايران. هنتغلب. الكلام ده عندك بقى. هنتغلب من بلجيكا وهنتعادل مع تعادل. نيوزيلندا اه. وهنتغلب من يعني إيران. انت عايز تقول لي ان بعد البعثه دي والفلوس دي والمصاريف دي كلها هنرجع بنقطه؟ لا، وبعد المباراه العالميه ده- مع البرازيل واسبانيا ده لو وبعد خدتوها مباراه النقطة. البرازيل العالميه كمان. بص عارف ليه بقى؟ اه ليه؟ العدل مش موجود. العدل ليه؟ انت شايف اللي حصل عدل ايه؟ العدل مش موجود. هو مين ظلمك؟ حسام حسن مدرب مش مدرب واخد بالك اللي هو بيحكم بالعدل. اما يبقى معاه لعيب في كل التصفيات دي كلها. مصطفى محمد صح؟ ويجي في انت زملكاوي يا الآخر. حاج ولا اهلاوي؟ انا زملكاوي. ماشي ما عرفت علينا كده من بقى. ده. ماشي ما علينا من ده. ماشي. انا ما ينفعش حمزه عبد الكريم اخده. ما قلتش لا. طب ما هو بس دلوقتي لازم- الراجل ده كان قاعد معانا في الحلقه بس دي بيقول لك صغير لازم ياخد تجارب. لازم ايه؟ اخد مصطفى محمد. بدل ما نلعب اربع حراس اخد ثلاثه. انا معاك في الحراس. والرابع ده اه ايه اللي احتاجته؟ طب انا هسألك سؤال. اللاعب ده هسألك كده. سؤال إيه ليه علاقة اللي بمصطفى محمد. هسألك سؤال. انت شايف لما مصطفى محمد راح افريقيا لعب؟ وهل انت شايف حسام حسن هيلعب براس حرب اصلا؟ اللاعب من مين؟ ممكن تكون دي تشكيلته، ده تكتيك اللاعب من مين؟ وجهة نظره. هو مش عايز يعتمد على الراس حربه. هيجيبه ليه بقى؟ ماشي. انا اخليه معايا ان احتاجته في اي وقت انزله. ما لعبوش. طيب احنا هقول لك على حاجه حلوه عشان البرنامج خلص مننا والحلقه هقفل معاك. انا هختم معاك الحلقه دي وانا مبسوط ان انتوا طلعتوا معايا. ماشي. انا عايزكم خلاص بقى، احنا هنرضى بالقايمه ودي الرجاله اللي راحت واحنا نقف مع. وانت بتشجع مين؟ انت مش مصري؟ يا رب نكسب. بس يا رب نكسب. سيبك بقى من ان انت بس متضايق من حسام حسن. الوضع هننسى. احنا هننسى. احنا هنقف مع المنتخب. ها ان شاء الله هنقف مع المنتخب طبعا. وبندعم دي بلدنا، المنتخب دي بلدنا. واي حد هيلبس التيشيرت بلدنا دي بس اي حد هيلبس التيشيرت هندعمه. انا بشجع كوره بقالي اكتر من 60 سنه. ما شاء الله. اكتر من 60 سنه ما شاء الله. بشجع كوره. انا كنت بجري. انت عندك كام سنه يا حاج؟ انا عندي 73 سنه. انت مش بقى ده، انت بتاع خمسينات لا ولا والله. اربعينات. لا والله 73 ولا 74. لا لا ايه ده؟ انتوا والله. هتهزروا؟ هتهزروا معايا ولا ايه؟ تضحكوا والله. عليا؟ لا بيصدقوا. انا بهزر معاك. المهم ربنا يديك الصحه. ما تقلقش. وصل لي العيال كنت دي بقول- قول يا رب. قول يا رب. قول يا رب. مش قادر قول يا رب. قول يا رب. طيب احنا النهارده خلاص الحلقه خلصت. كانت حلقه مميزه جدا وزي ما قلت لكم فكره البرنامج قايمه على الطبيعه وتلقائيه. هنا نقدر نقوم في اي حته، اقدر اقوم اسجل مع اللي هناك اسجل مع اللي هنا. مش ملتزمين باستوديو. اي حد عايز. الراجل بيقول لك هيوصل دور ال 16. اي حد عايز يقول. الراجل قال لك هنطلع. انا مش قلت لك فاحنا هنا ان شاء الله. ربنا يخيب. ربنا يخيب ظننا. احنا عايز اختم البرنامج بس هات الكاميرا كده شويه. عايزين نختم الحلقه. انا مبسوط جدا باول حلقه وان شاء الله تنجح نجاح كبير وان شاء الله الراجل ده يوصل اللي هو عاوزه وان شاء الله الراجل ده برضه نشرفه والمنتخب المهم ما تنسانيش. مش هنساك وانا متاكد الناس اللي تتفرج برضه مش هتنساك. واشوفكم في الحلقه الجايه من قهوه المونديال. كان معاكم الاعلامي احمد عبد الباقي من قلب القهوه المصريه. شكرا جدا على المشاهده. مع السلامه. على اسم نجم كبير ما تعرفوش انت. سنة بيجي لنا ده. انت ما تعرفوش. من اكتر مكان بيمثل الكوره. حسام حسن